انا مرا مزوجه وعندي جوج وليدات، واحد في عمره 11 عام والاخر 13 عام وبنيته صغيره. راجلي كان انسان الله يعمر ليه الدار، عمره ما حرمني من شي حاجه، حتى من قرايتي عاوني باش كملتها. فاش قلنا يلاه عاد زوجنا، كان انسان مسالم بزاف. بالحق حاجه وحده فيه ما كانتش كتعجبني، كان ما كيهضرش بزاف غير في الحاجات المهمين، ما كانش كيقول لي هضره زوينه، كان هو كيعبر غير بالفعل، ما كيخلي ما يشري ليا باش نفرح. واحد المره غير قلت ليه باغيه باش نبقى نخرج ونفوج، مشى خدا ليا طوموبيل حيت كان خدام خدمه زوينه، يعني ما كنت محرومه من حتى شي حاجه، غير كنت كنحس بالملل بزاف في حياتي. كانت مكالميه وفيها بزاف ديال الروتين، وانا نقول ليه بغيت نخدم باش نعمر وقتي. قال لي دخلي لاصال ولا بقيت تمشي لداركم فاش يكونوا الدراري في المدرسه. ولكن قلت ليه والو، باغيه نخدم، عييت من الدار وبديت كنغوت عليه، وهو مسكين بقى غير كيسكت فيا وقال لي صافي خدمي، انا غير ما بغيتكش تمحني. انا كان عندي الماستر صافي، دفعت لشحال من شركه وعيطت ليا غير وحده، طرت بالفرحه، وحتى راجلي فرح من اللي شافني ناشطه. صافي دخلت نخدم، وفي السيرفيس اللي كنت خدامه فيه كنت شاده انا وواحد السيد، وباين ظريف، وراني كل شي وعلمني بالزربه. اندمجت في الخدمه وكان واقف معايا، اللي ما فهمتهاش كيشرحها ليا، ومع الوقت ولات بيناتنا صداقه زوينه ومحترمه. واللي كان بالنسبه ليا مزيان انه حتى هو مزوج، يعني ما يقدرش يفكر فيا في شكل داكشي، باش شويه بشويه ارتحينا في الهضره. في الخدمه ما كانوش عندي صحابات، هو الوحيد مع من كنت كنهضر، كان ضحوكي بزاف، كان كيسمعني فاش كنهضر، كان كيعرف يوصل لي اي فكره بغا، وكان كيعرف يجبد بزاف ديال المواضيع، ما كناش كنحبسو من الهضره، حاجه كتدينا لحاجه، ماشي بحال راجلي اللي ما كيفوتش حتى جمله وحده. المهم وليت كنتسنى غير امتى يصبح الصباح باش نمشي للخدمه، حيت ولا كيفوج عليا بزاف، واخا نبقى معاه سوايع عمري ما نحس بالقنطه. ايوا شويه بشويه حتى ولينا كنهضروا على امورنا الخاصه. هو كان كيعاود لي بلي عنده مشاكل مع مرته، كيقول لي ما مهلياش في راسها وما مهلياش فيه، وكيبقى يقول لي كون غير كانت بحالك، حيت انا كنت زوينه بزاف ومهليه في راسي ملي كنت صغيره. ما علينا، ولا ديما كيتشكى ليا منها، وانا بديت كنصحو باش يهضر معاها ويقول ليها باش تهلا في راسها اكثر، وحتى انا بديت كنشكي ليه من راجلي وكيفاش حياتنا ما فيها حتى شي حماس، وهو يقول لي غير صبري صبري الا كان معاك مزيان. ايوا واحد النهار حتى صباح مغيب كاع ما جا للخدمه، سمعت باللي مريض، انا خفت نعيط ليه في التليفون. ايوا ما جا السيمانه، وفي هذيك السيمانه كنت غادي نحماق، ما عرفتش اش طرا ليا، وليت كنمشي للدار كنبقى غير نغوت على ولادي، ومساكن كيبقاو غير كيشوفوا فيا. مرضت بزاف، حسيت بحال شي حد مات ليا. ايوا وصل نهار الاثنين من بعد ديك السيمانه، كندخل البيرو كنلقاه وانا نطير بالفرحه، ما حسيت براسي حتى قلت ليه توحشتك، وهو يقول لي حتى انا. ايوا من داك النهار الكحل علاقتنا انا وياه تطورات بزاف، وليت كنخون راجلي معاه،
اول غلطة غلطناها في واحد التدريب كنا مشينا ليه، وضرني خاطري بزاف موراها. بالحق ما بقيتش قادرة نسيطر على راسي وكملت علاقتي معاه. واحد النهار حتى جا قال لي شوفي، بلا ما نبقاو معذبين راسنا، دوك الناس اللي حنا عايشين معاهم عمرنا ما غادي نتفاهموا معاهم، من الاحسن نطلقوا انا وانتي ونتزوجوا، راه حياة وحده اللي عندنا. قلت له ولادنا كي غنديروا ليهم، حيت حتى هو كان عنده ولد. قال لي شوفي، ولادنا غادي يكبروا ويديروا حياتهم وحنا اللي غادي نضيعوا. المهم هضرته ولات كدور ليا بزاف في الراس، وكل نهار كيحاول يقنعني بيها، حتى صافي قررت باش غادي نطلب الطلاق. راجلي تصدم، ما فهم والو. قلت ليه طلقني، ما بغيت لا فلوس لا نفقه. قال لي مسكين شنو الغلط اللي درت معاك؟ قلت له والو، ولكن باغيه نطلق، ما بقيتش مرتاحه معاك. دارنا بغاو يتسطاو وقالوا لي واش حماقيتي، من بعد 14 عام ديال الزواج نايضه تطلقي؟ وشنو السبب اللي غادي يخليك تنوضي تشتتي دارك وولادك؟ اش كاين؟ قلت لهم من هادي شحال كنفكر في الطلاق، وهاد الزواج ما كانش خاصو يكون من الاساس. وبديت كنبكي وكنغوت وكنقول لهم حياتي هادي ما شغل حد فيا. صافي شافوني هكاك قالوا لي طلقي وتحملي مسؤوليتك، وحتى واحد فينا ما غادي يعقل عليك. ايوا ضربت في كل شيء، امي، با، راجلي، ولادي، وطلقت وخديت غير البنت، هي اللي بقات معايا حيت باقيه صغيره، وولادي بغاو يبقاو مع باهم، وحتى هو طلق مرته وخلى ليها الولد. ايوا طرنا بالفرحه، كنت كنخلي بنتي مع امي وكنخرجوا انا وياه ندورو بحال المراهقين ديال الليسي. ايوا كي سالات العده ديالي قلت لدارنا بلي غادي نتزوج واحد خدام معايا. ايوا وهما عاد فهموا الفيلم، واخا كذبت عليهم وقلت لهم يلاه باش جا الخدمه باقي جديد. ايوا والديا وخوتي قالوا لي من اليوم ما تبقايش تعرفين، سيري الله ياخذ فيك الحق اللي ضيعتي ولادك وحشمتي بينا. قلت لهم واش انا درت العيب؟ انا غادي نتزوج بالانسان اللي مرتاحه معاه وغادي نكون فرحانه في حياتي. ايوا دعات فيا امي واحد الدعوه لدابا باقيه كتعاود ليا في ودني. قالت لي كيف ما غدرتي داك ولد الناس، سيري بغيت ربي عمرو ما يسهل عليك، قلبي غاضب عليك ليوم القيامه. وهو يقول لي واحد خويا يلاه جمعي حوايجك وخرجي علينا. المهم خرجت وهزيت حوايجي في الطوموبيل اللي شراها ليا راجلي، وعيط لراجلي الجديد. مشينا انا وياه ديك الساعه للعدول حيت كانوا وراقينا واجدين، حتى من الدار كريناها وفرشناها، كنا عارفين دايرين بحساب هادشي. ايوا تزوجنا، وقال لي ما كاين لاش تخدمي، غير جلسي في الدار ونوفر لك كل شيء. انا جلست بلا ما نفكر، حيت الانسان اللي كنت كنمشي على قبله ولا عايش معايا. ايوا عشت فرحانه بزاف. حاجه وحده اللي كانت ناقصاني هي ولادي اللي ما باغيينش يشوفوني، وعائلتي اللي خسرتها. دوزنا 4 شهور كل مره فين مسافرين، وكان مهتم بيا بزاف، وهضرته معايا كانت زوينه، كاع ديك الهضره اللي كنت محرومه منها مع راجلي القديم سمعتها منه بحال داكشي ديال الافلام. ايوا واحد الليله دخل يدوش وتليفونو بدا كيوصلوه بزاف ديال الميساجات ديال الميسنجر، ميساج مور ميساج.
هو بورطابلو ديما كان مسكتو، ما كيديرش الصوت، حتى لهاد النهار نساه. قلت في خاطري شكون غادي يصيفط ليه ميساجات في هاد الوقيته، ومع كنت كنغير عليه بزاف. قلت ضروري خاصني نتاكد ما تكون غير طليقته. المهم هو ما قلت ليه والو، وخرجت من البيت باش ما يعرفنيش سمعته. ايوا من داك النهار بقيت طالقه عينيا باش نعرف الكود اللي عمرني ما ديتها فيه. ايوا دازو يومين وانا نقشعو، وقيدتو وتسنيت غير الفرصه. هو في الصباح فاش كيكون غادي الخدمه كيحط تليفونو مع الباسي في الشكاره، خليتو غير دخل يحك سنانو وهزيت البورطابل وخبيته. صافي هو هز شكارتو بلا ما يقلب، حيت عارف راسو حاطو فيها. كيخرج قلبي كيزدح، درت الكود ودخل ليا، وانا نمشي نيشان كنقلب. ايوا وانا نتصدم بحال تصرفقت، لقيتو داير فيسبوك اخر وما مخليش شي بنت ما ماجوتيه، وكيهضر مع البنات وكيصيفط ليهم تصاورو ديال بصح، وهما كيصيفطوا تصاورهم ما فيها ما يتشاف. بقيت كنقلب وكنقرا، ما كنطيح غير في تصويرته مع وحده وتصويره جديده، والهضره اللي كيقول ليها ما عمري تصورتها، ديك الهضره الزوينه اللي كنت فرحانه بها كان كيقولها ليها حتى هي والعشرة وحدين اخرين. ايوا بقيت كنبكي وكنضرب في وجهي وكنقول اش درتي في راسك ومع منتيا. شويه كنسمع الباب كيتحل، كيدخل هو، كيلقاني حالتي وهز البورطابل في يديا، وهو يجمع معايا بتصرفيق وقال لي واش كتجسي عليا. بقيت كنغوت ونعاير فيه، قلت ليه عاد فهمت علاش مرتك علاش ما كانش داياها فيك، حيت انت ما دايهاش فيها. قال لي كنا هانيين حتى نايضه كتقلبي على الصداع وقلبتي عليه بيديك، ولكن غادي نربيك مزيان باش تعلمي تدخلي سوق راسك. ايوا من داك النهار وليت عاد كنشوف السيد على حقيقته. مشى داك الراجل الرومانسي، مشى ديك الهضره الزوينه، كل شي تبخر، ولا كيرجع الدار ما كيقول ليش حتى السلام، غير كياكل ويزدح عليا الباب ويخرج ما يجي حتى 12 الليل، ولا كينعس في الصالون وما كيهضرنيش. وانا بقيت كنفكر مع راسي، قلت خاصني ضروري نتصالح معاه، راه ما بقى ليا حد، ونحاول ندير معاه الخاطر باش يرجع معايا كيف ما كان. ايوا مشيت طلبت منه السماحه، واخا هو اللي غلط. بقيت كنحذر فيه وكنقول ليه ما بقيتش نقلب في حتى حاجه. قال لي الا بغيتي تعيشي ابنت الناس سدي فمك، وانا داير هكا، عجبك الحال هو هذاك، ما عجبك سيري بحالك. قلت ليه صافي غادي ندخل سوق راسي، غير ما تسمحش فيا. ايوا وليت عنده كي شي خدامه، كنوجد ليه ماكلته ونصبر ليه حوايجو، وهو حتى الهضره كيهضر معايا غير الا بغى يعاير، ولا زقرام الريال ما كيعطيه ليا. السبت والحد اللي كان كيخرجنا ولا كيخرج ما كيبان حتى لحد بالليل، وهكاك وانا صابره. حتى لواحد النهار بنتي كانت كتبكي وهو بدا كيغوت عليها، وانا نشعل بقيت غير كنضرب فيه ونقمش، وهو يقول لي انتي من هذا النهار مطلقه، نرجع لمرتي وولدي ولا نعيش معاك. جمع حوايجو ومشى في حاله، ومن بعد صيفط ليا ورقه طلاقي وطلق الدار اللي كنا ساكنين فيها. من بعد يومين جا عندي مول الدار، قال لي راه غادي نكري الدار الناس اخرين
عافاكي لما تخرجي. قلت ليه الله يرحم باكي لما خليني غير يومين نقلب غير فين نمشي. قال لي واخا ولكن ما تزيديش عليهم. بقيت كي الهبيله ما عارفه راسي ما ندير. الريال ما كنكسابوش، فلوس الطاكسي هما الاخرين ما عنديش. مشيت غير عند مول الحانوت ورغبتو، قلت ليه عافاك الا ما عطينا غير 30 درهم، بغيت نمشي لدارنا. عطاها ليا، شديت الطاكسي ومشيت لدارنا وانا ما عندي حتى الوجه باش نشوف فيهم. حل ليا با الباب، طحت لي على رجليه كنبوس فيهم وكنقول ليه عافاك با لا ما سمح ليا وعتقني راني غادي نتشرد انا وبنتي. وهي تجي امي مخلوعه قالت لي شنو كاين. عاودت ليهم كلشي. قالوا لي شتي دابا خسرتي راجل كان مفشك دايرك كي الدريه الصغيره، وخسرتي ولادك اللي كيفهموا وغادي يبقاو عاقلين على هادشي، وها هو يمكن رجع لمرتو وخلاك. ايوا ندمت، ولكن حتى فات الفوت. هو طلقني وبطبيعة الحال غادي يقدر يدير حياته حيت راجل. انا طلقت وبقيت جالسه في دارنا اللي بقات فيهم غير بنتي، خافوها لا تضيع. ولادي ما بغاوش يشوفوني وكنبات نستغفر الله يسمح ليا ويرجع لي ولادي ويسمحولي. الا عندك شي راجل مهلي فيك ما يهمش واش يقول لك هضره زوينه. بزاف ديال الرجال كيعبروا على شنو كيحسوا غير بالافعال ديالهم ماشي بالهضره، والنصابه والكذابه هما اكثر الناس كينطقوا بالكلام الحلو. عافاكم بلا ما تلوموني، انا صافي عييت بزاف وعرفت راسي غلطه. دعيو معايا باش ربي يسمح ليا وولادي يرجعوا يبغيوني. وهذه هي قصتي وهذه حكايتي، ونتمنى حتى وحده ما تدوز من هادشي اللي دزت منه. باش توصلوا بالمزيد من القصص الحقيقية المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. خليتكم على خير. انا مرا مزوجه وعندي 2 وليدات، واحد في عمره 11 عام والاخر 13 عام، وبنيته صغيره. راجلي كان انسان الله يعمر ليه الدار، عمره ما حرمني من شي حاجه، حتى من قرايتي عاونني باش كملتها. فاش قلنا يلاه عاد زوجنا كان انسان مسالم بزاف. بالحق حاجه وحده فيه ما كانتش كتعجبني، كان ما كيهضرش بزاف غير في الحاجات المهمين، ما كانش كيقول لي هضره زوينه، كان هو كيعبر غير بالفعل، ما كيخلي ما يشري ليا باش نفرح. وواحد المره غير قلت ليه باغيه باش نبقى نخرج ونفوج، مشى خدا ليا طوموبيل حيت كان خدام خدمه زوينه، يعني ما كنت محرومه من حتى شي.